she's so beautiful. ايه ده؟ ايه مالك؟ انت سمعت صح، beautiful. ايه يا مستر؟ هي الكلمه دي فيها ار؟ مش هي بتتقال beautiful؟ لا يا سيدي ما فيهاش ار. امال ايه اللي انا سمعته ده؟ دي يا سيدي قاعده مهمه جدا من قواعد النطق اسمها flap T او flap D، ودي بتحصل لما يجي حرف التي او الدي بين صوتين متحركين between two vowel sound او ار وصوت متحرك. في الحاله دي طرف لسانك بيكون ورا اسنانك اللي فوق، زي ما ادال عملت بالظبط في اغنيه هالو، زي ما هتشوف دلوقتي. زي ما انت شفت من ثانيه بالظبط، ادي قالت that I have done. طرف لسانها جه عند ورا اسنانها اللي فوق وهي بتنطق التا ساوند لانه جه between two vowels، الاي اللي موجوده قبليها والاي اللي موجوده بعديها، فقالت that I have. شوف بقى الكلمه دي داري، خدت بالك ان صوت الدا جه ما بين تو فاول ساوندز اللي هم الاي اللي اتنطقت والواي اللي الساوند بتاعها اي. الواي هي مش فاول لكن الصوت اللي طلع منها فاول ساوند اللي هو اي، فعشان كده الدا اتنطقت فلاب دي فبقت داري. تعالى كمان نشوف الكلمه دي باري. باري، شفت حرف التي جه ما بين الار والواي، عشان كده التي برضو اتقالت فلاب دي. يلا بقى عايزك تقول لي في التعليقات ايه اللي انت هتسمعه مني دلوقتي. رقم 1 الاراف، رقم 2 نارس، رقم 3 بره من نارس ستودنت. كل ده واكتر هنتعلمه في كورس الانجليش مع بعض في كرييتيف كورسز. مستني ايه؟ الحق يحجز مكانك معانا. كرييتيف كورسز، فروعنا في كل مكان حواليك.